تعالوا دلوقتي مع بعض في محاضرة النهاردة نبدأ في التعامل مع الفيور. بس الأول تعالوا نعمل كلير للي فات، خلي كفاية كليبس بس، ونمسح ال XML. علشان نمسحه نيجي عنده رايت كليك ونقول له من edit delete كده، مسحه كل اللي فيه. نقدر نعمل الكلام ده برضو في الكليبس، ماشي. خلي الكليب مش مشكلة، نفتح اي كليب منهم وليكن ده مثلا، وتعالوا بقى نتعامل مع الفيور عندي. الفيور عندي فيه اوبشنز كتيرة موجودة زي ما هي برضو في في نيوك العادي، نيوك اكس او نيوك. هتلاحظ في اوبشنز مشتركة ما بين الاتنين، وفي اوبشنز مختلفة جاية بنيوك اكس بنيوك ستوديو. من ضمنها ملف الصوت، لو انا عايزة صوت او مش عايزة. يعني انا بالشكل ده انا هنا بعلي او بقلل الصوت بتاعي، تمام. انا هنا ممكن اعمل ستوب، ممكن ادخل ده مثلا، تمام، واعمل بلاي واقول له اعلي لي يا سيدي الصوت لو انا حابة ان انا اتعامل مع ملف الصوت بتاعي، تمام. عندي السلايدر التاني هنا اللي خاص بيه الجامة بتاعتي، فعلي او اقلل منها الجامة زي ما احنا شايفين، نفس برضو اللي موجودين في نيوك، تمام. نيجي بقى للاوبشنز عندي هنا فوق. اول اوبشن عندي هنا ده بيتعامل مع السيف سايد، بمعنى ان انا اقدر دلوقتي افتح تايتل سيف، بحيث زي بالظبط اي برنامج تاني، بحيث ان انا مجيش عند الاجزاء اللي براه. سيف اكشن، فورمات سنتر، انا عايزه اعرف فين السنتر بالظبط لاي سبب، بكده اقدر افتحهم كلهم. او مثلا مش عايزه ده كله، انا عايزه على حسب الفورمات بتاعي زي ما احنا شايفين من بره كده. عندي كمان لو ممكن اشيل الماسك بتاع الفورمات، اشيل الفريم بتاع الفورمات، تمام. عندي كمان بعديها الماسك، لو عايز تعمل ماسك، عايز اعمل ماسك يكون مربع سكوير، ماسك 3/4 او بالنسب اللي احنا شايفينها بالشكل ده، حسب ما انت عايز، تمام. لو حابب تضيف ماسك، الماسك ممكن يكون عبارة عن لاينز زي ما احنا شايفين، او يكون نص زي ما احنا شايفين، او فول يكون مش ظاهر اي حاجة من بره، على حسب ما انت حابب، تمام. بتفرق زي ما انت عايزه اقول له مش عايزه اي ماسك خالص، ويعرض لي بشكل كامل. بعد كده الاوبشن اللي وراه خاص بالاكسبوجر. لو انا عندي حتت فيها اكسبوجر عالي قوي قوي، اعلى من 1%، بيجي هنا نيوك ويقول لك انا ممكن انبهك للاماكن اللي فيها اكسبوجر. تلاقي حتت البيضة قوي قوي بيبدأ يعمل عليها علامات حمراء كده عشان ينبهك ليها، بحيث تقدر توصل لها وتعمل لها كلر كوركشن بسهولة. طب انا اتاكد منين؟ اجي عند الكلر بيكر اللي احنا شايفينه ده، العلامة دي القلم او السكينة الصغيرة دي، ومجرد ما بتمر على الكليب هتلاقي عندي هنا بدأ يظهر الكلر بيكر فين كده. متعتقدش ان في عندي فيديو اوفر، شوف ده كده مثلا، بس برضه مفتكرش. طيب نعلم كده، مجرد ما اعلم عليها بيبدأ يظهر لي الداتا بتاعته، وابدأ ان انا امرر بس عليها. هتلاحظ هنا الاحمر والاخضر والازرق، لو زادت عن 1 يبقى الحتت ديت اوفر اكسبوجر او اضاءة عالية قوي، وهتلاقي ان هي بقى لونها احمر. بما ان هو هنا مش عامل اي احمر في اي حتة، يبقى كل الالوان دي معتدلة وعادية. اعلى حاجة فيهم كانت 9 على ما اتذكر، يعني هي كلها ما بين 7، يعني ما زادتش عن 7. في بعض الاماكن كانت 8 لا و9 كمان، لكن مفيش حاجة فيهم عدد 1 خالص. فاذا كان في الفيديو بتاعك في حتت بيضاء قوي او عالية في الاضاءة،
بيبدأ هو يعرف لي أماكنها، تحس إن لونها بقت لونها أحمر كده وبتسهلي الوصول ليها. بعد كده عندي حاجة اسمها annotation، وannotation دي هنتعامل لوحديها في كليب لوحده لأنها مهمة جدا جدا في التعامل مع نيوك ستوديو. عندي بعد كده لو عايز تاخد حتة معينة عشان تهتم بيها، يعني مثلا أنا عايزة آخد الحتة دي، أنا دلوقتي إيه أخدت الريزوليوشن أو الجزئية دي بس ههتم بيها لأي سبب، ماشي، هنقولها هخليها في الحتة دي أو هخليها على الهيرو بتاعي أو whatever المكان اللي أنا عايزة أحطه فيها لأي سبب بقى. عايزة أشوف ألوانها، عايزة أهتم بيها لأي سبب، عايزة أعملها color correction لوحدها، عايزة أيا كان اللي أنا أقدر أعمله. أقدر أوسع أو أصغر السكوير بتاعي ده. تمام. بعد كده أقدر إن أنا أوقف أعمل بوز للكاشنج اللي بيحصل أو لأ من خلال الأوبشن ده. وعندي بعد كده الزوم، أنا عايزة أزوم قد إيه، ممكن أزوم 900% زي كده، ممكن أزوم 25، ممكن أزوم 16، أيا كان. والزوم ده برضو اللي بيحصل للبقرة زي ما احنا عارفين، طول ما هي شغالة الكاش شغال. تمام. عندي بعد كده ايه البروكسي مود اللي هي ريزوليوشن. في حالة ان انا مثلا الدنيا تقيلة قوي وفي الريندر الكليب كبير، الكليب فيه شغل تقيل، عايزة اخفف الدنيا شوية في البلاي باك، اقدر استخدم البروكسي ده علشان اقلل في جودته شوية زي كده. مثلا بص بقى الجودة بقى عاملة ازاي، ممكن نقلله اكتر. شايفين بقت حاجة صعبة جدا، وتلاقي في نفس الوقت مجرد ما اخترتها السلايدر بيمشي بقى بشكل سريع. يعني لاحظوا حركة السلايدر دلوقتي ولاحظوا لما اعملها واحد، شايفين بدأت تبطأ حاجة بسيطة، يعني هو الكليب صغير فممكن عشان كده مش باينة اوي. تمام. لو نزلنا تحت احنا عرفنا خلاص ديت اللي هي من خلالها اقدر اعرف لما بمر كده بالماوس الاماكن اللي انا ماشية فيها الكالر داتا بتاعتها ايه. تعالوا ننزل تحت، هتلاقي عندي هنا الشريط اللي احنا شايفينه اللي فيه الكالر الداتا بتاعت الفيديو، ومن الناحية التانية اسم الفيديو وبعض البيانات عنه زي وقته وزي الريزوليوشن بتاعه. هلاقي السلايدر نفسه، تمام، وقته قد ايه. هلاقي من تحت الاوبشنز بتاعت البلاير اللي احنا عارفينها، او الفريم واخر فريم والنكست فريم والحاجات اللي احنا عارفينها من نيوك اصلا. حتى كمان الشورت كات، يعني ممكن اقول انا عايزة الحتة من اول هنا، يبدأ من اول هنا، هروح ضغط على اي او اضغط على الاوبشن ده واقول له انا عايزاه بس يرندر لي لغاية هنا من غير زوم اوت، ماشي، واقول له او بحيث يقف لي عند الحتة دي، يبدأ ان واوت. يبقى باجي اقف هنا، يبقى هو مش هيبدأ يعمل لي اي بلاي باك او رندر غير للجزئية دي بس زي ما احنا شايفين. يبقى انا عملت ان واوت واقدر استفيد بالحتة دي حلوة قوي. ازاي يعني ببساطة شديدة، على فكرة انا عملت اف علشان يعمل فريم. ببساطة شديدة انا عايزة الحتة دي بس هي اللي تيجي هنا في التايم لاين. بعد ما حددتها من البوز واروح واخداها هي كده لتحت. تمام. ولو انا بصيت كده ولاحظت هلاحظ ان هو مش واخد تحت غير الجزئية بتاعت ان واوت بس، مخدش الكليب كله على بعضه لو نلاحظ ولو واخدين بالنا. تمام. والجزء اللي خده ده دخله في حاجة جديدة اسمها سيكونس. يبقى اي حاجة بدخلها في التايم لاين اسمها سيكونس، والتايم لاين هيتعمل لوحده برضو في كليب عشان تبقى الدنيا منظمة. في فيديو لوحدي التعامل مع التايم لاين. اذا اقدر من خلال التايم لاين ان انا احدد الان والاوت او البداية والنهاية. من هنا كمان بحدد لما بيجي يعمل بلاي، نسميها صوت، لما بحدد البلاي اقدر من هنا احدد هو يعمل ايه بعد كده. يعني يعمل باونس بحيث ان هو يرجع رايح جاي زي بندول الساعة كده، او يعمل ستوب. شايفين يعني بمجرد ما يخلص البلاي باك بتاعه يقف، او ممكن continue. تمام. وقف كده. تمام. continue يعني بيكمل مكان ما وقف، او يفضل يعمل ريبيت زي الاوبشن الافتراضي بتاعه
ان هو يخلص يبدأ من جديد على حسب ما انا عايزة، على حسب ما بيبدأ ان هو يحرك عندي البلاي باك بتاعي. تمام. طبعا ما اعتقدش ان في حاجة تانية هنا مهمة. بلاقي هنا الفيور، كلمة فيور ديت كده، دي الفيور اللي خاصة ب نيوك اكس، بحيث ان انا اقدر اتعامل معاها جوه نيوك اكس السكريبت بتاعي يعني. دي هنعرفها بالتفصيل لما اجي اتعامل مع السكريبتس والجزء بتاع الريندرنج بتاعها. لكن الفيديو ده او اللي بنسميه سيكونس ده اللي هو خاص ب نيوك ستوديو، ده علشان اروح له بروح لسيكونس، ومن سيكونس انا كده جوه نيوك ستوديو، يبقى نيو جراف انا جوه نيوك اكس، سيكونس انا جوه نيوك ستوديو. تمام. ادي الفيور بتاع نيوك اكس وادي الفيور بتاع نيوك ستوديو. تمام. الاكسبورت من اسمها اللي هو لما هبدأ ان انا خلاص هرندر الفايلز بتاعتي، بلاقي الفايلز بتبقى تيجي هنا في الرندر، ودي هنعرفها في محاضرة الرندر ان شاء الله. كده نبقى عرفنا السيتنج الخاصة بالفيور وطريقة التعامل فيها واهم الاختصارات بتاعتها. ولو اي سؤال انا معاكم في موقع الدعم بكده. بس حاجة مهمة قوي قبل ما نفنش المحاضرة ديت، اللي هي لما يبقى عندك اكتر من فيور من غير لازمة، يعني عندي فيور الاولاني اللي انا كنت بتعامل معاه، ولما فتحت واحد جديد فتحولي في فيور جديد، في الحالة دي تقفل القديم قبل ما تتعامل مع الجديد. ليه؟ لان ببساطة كده انت بتخسر وقت للكاش بتاعك. يعني انا فتحت اهو وفتح السيكونس بتاعي، هو بيعمل هنا كاش، وطول ما انا بعمل بلاي هنا بيعمل بلاي هنا كمان، يبقى انا كده بضيع الرام. بدل ما تركز لي على مكان واحد، لا انا موزعها ما بين الفيور ده والتاني. فلك ان تتخيل لو انت فاتح 3 4 5 فيورز والرامات بتبدأ تتوزع عليهم كلهم، يبقى احنا بنخسر وقت وجهد وانت مش عارف ليه، مع انك مظبط الدنيا كلها. يبقى تقفل اي فيور ملوش لازمة. تمام. علشان وقت الرامات وخلاف، شايفين الدنيا بقت مختلفة، هتلاقي الدنيا خفيفة وسريعة، لان في حاجات ممكن ما تاخدش بالك منها بس هي بتضيع لك الدنيا وتبطئها لك خالص. اي فيورز جديدة مفتوحة يا ريت تقفلها علشان ما تستهلكش كاش من جهازك، سواء من الرام او من الكور او الفوتو. ان شاء الله بقى مع المحاضرة الجاية نبدأ في التعامل مع التايم لاين.